السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. طيب بما اننا في التوقف الدولي فانا قلت نعمل كده كام فيديو كده وقفة مع المنتخب المصري والكرة المصرية عموما يعني. وهنبدأهم بما ان يعني احنا شفنا اداء مصر في ماتش اوزبكستان الاخراني ده، فقلت نتكلم وندردش شوية كده في احوال الكرة المصرية. هحاول بقدر الامكان، بس طبعا اكيد ساعات هنروح كده، هحاول ان احنا ما نروحش فكرة اهلي وزمالك، بس اكيد هنروح الاهلي وزمالك في الكلام لان هم يعني حاليا اهم حاجة في الكرة المصرية يعني. بس خلونا الاول نحاول نبص على المشاكل بتاعة الكرة المصرية وممكن نحلها ازاي. طيب، أم، انا شايف ان الكرة المصرية فيها مشكلتين. مشكلة منهم هي مشكلة فنية، والمشكلة الفنية دي بتبدأ تنزل لمشاكل بقى فرعية تانية اصغر بقى. المشكلة بقى الاولى هي مشكلة انا بسميها مشكلة اشخاص، والمشكلة بكل بساطة إن الشخص أو الأشخاص الذين يديرون يعني كرة القدم في مصر هم لا يصلحون لإدارتها أصلا. مش هنطبطب ونقول كلام تعبير وإنش، يعني هاني أبو ريدة لا يصلح لإدارة اتحاد الكرة المصري. ليه؟ لأن هاني أبو ريدة مسك اتحاد الكرة قبل كده وفشل، ما عملش حاجة يعني. خلينا ناخد مثال بسيط. يعني أنت لما مثلا جبت نجار يعمل لك كرسي، فعمل لك كرسي وحش جدا، جيت تقعد وقعت. الطبيعي انك مثلا كلمت واحد، قلت له مثلا تعرف نجار، قال لك اه في الراجل فلان ده عمل لك كرسي وحش، هتكلمه وتقول له ما تعرفش حد تاني؟ مش عايز نفس الشخص، انا عايز واحد تاني. ليه يا عم؟ ماله الراجل ده يا عم؟ وقعت يا عم من على الكرسي، ما نجحش. فبالتالي اللي بيحصل ان هاني ابو ريده مسك قبل كده وما عملش حاجه. حفظ الالقاب يعني. جمال علام جه مرتين، مره قبل كده ومره بعد اللجنه المؤقته. طب احنا ليه بنجيب نفس الشخص تاني بما ان هو فشل؟ اولا هاني ابو ريده احنا بقالنا فوق ال20 سنه بنلف في فلك المهندس هاني ابو ريده. انا فاكر هاني ابو ريده في 2005 وهو نائب كابتن سمير زاهر في اتحاد الكوره، وجاب طردلي ساعتها الفكره الشهيره دي. يعني احنا بقالنا 20 سنه فعلا في هاني ابو ريده وممكن اكتر كمان. ماذا قدم هاني ابو ريده في 20 سنه للكره المصريه علشان يخلينا نجيبه تاني بالتزكيه ونديله 4 سنين كمان علشان يبقى يعمل الولا حاجة في الكرة المصرية زي برضو ما هو قبل كده عمل؟ ما هو كان عمل قبل كده. هتيجي تقول لي جيل انا عارف ان انت عمال يجي في بالك بقى جيل حسن شحاتة، جيل حسن شحاتة، هاجي لك في جيل حسن شحاتة، بس ممكن في الفيديو الجاي لما نتكلم في المشكلة التانية، المشكلة الفنية بقى. ومن قبل انا ابو ريده كابتن سمير زاهر الله يرحمه، اللي هو حرب الدهشوري من قبلهم، لان ده يعني بكلمك في حوالي 30 سنة كورة انا حضرتهم، هي نفس المشاكل، هي ونفس الناس بنفس الافكار. الفكرة بتاعت انا هجيب مدير فني لمنتخب مصر الاول وكده، انا وجبت معاكم، سيبوني بقى انا ورايا اشغال، ورايا حاجات، انا فاضلكم. مش أنا جبت مدير فني للمنتخب؟ الراجل ده يتشقلب بقى زي الشمبانزي بقى ويحل بقى المشاكل بقى، يعني هو يحل مشاكل المنظومه كلها. هنجيب له مدير فني للمنتخب، انت عايز ايه تاني؟ اللي هو حرب الدهشوري، بما اننا جينا في ذكره، رئيس سابق لاتحاد الكره لو ناس ما تعرفوش يعني، كان له تصريح شهير انا سمعته وشفته في التلفزيون بيقوله، مش نقلا عن حد، انا شفته وسمعته في التلفزيون بيقوله يعني. ان كان بيتكلم برونو ميتسو اللي هو المدرب اللي قاد السنغال دور الثمانية في كأس العالم 2002. وكان انا يعني كان بيتكلم برونو ميتسو ان هو يجي يدرب مصر. وبرونو ميتسو رد هو اللي هو حرب الدهشوري بيقول الرد ده، وقال يعني كده هو بيعيب في برونو ميتسو، يعني هو ما يعرفش ان هو كده بيعيب في نفسه. فبرونو ميتسو رد ده على لسان اللي هو حرب الدهشوري، قال ان مصر هي مقبرة المدربين. هو قال كده في التلفزيون اللي هو حرب.
ولما تيجي تشوف ان ايه يا عم ليه التصريح قوي قوي كده، هقول لك. انت تخيل ان برونو ميتسو ده معاه فرقه سنغال في 2002. انا عايز اقول لك ان الفرقه دي يعني، هو طبعا صلاح تفوق على اي لاعب افريقي وعربي، ده في رايي الشخصي في تاريخيا يعني، بس الفريق ده كان لعيبه قويه جدا. حاج ضيوف على خليل فديجة على اونري كامارا على بوبا ديوب في عمق الملعب على اليو سيسي ورا اللي هو بقى بعد كده المدرب بتاعهم، توني سيلفا حارس مرمى، ناس كتير ولاعيبه كتير كبيره يعني. انت عايز بقى برونو ميتسو ده يجي لك مصر يمسك لعيبه، انا اسف، اقل من دول، لعيبه افريج متوسط، وعايزه يعمل نفس اللي عمله مع السنغال. معلش يا برونو ميتسو، احنا عايزينك توصل دور 8 زي ما عملت بالسنغال. طب يا جماعه انتوا معاكم لعيبه زي السنغال؟ لا. طب انتوا عندكم خطه ازاي يبقى عندكم لعيبه زي السنغال؟ لا. طب انتوا عندكم ايه اي حاجه؟ لا. طب انت عندك مكرونه بشاميل؟ طيب لا. طب انت عايز نعمل ايه؟ ما اعرفش، انت مالك؟ مش انت بتقبض بالدولار يا ابني؟ ما تتشقلب. وفي ناس بتقبل طبعا برونو ميتسو لو انت حط نفسك مكانه يعني، برونو ميتسو ساعتها هيقول لك انا لو رحت هفشل، والناس كلها هتقول على تجربه السنغال انها كانت صدفه، وهتنتهي مسيرتي التدريبيه، ففعلا وصفه بمصر انها مقبره هو مش افوره يعني، تبقى نهايه لمسيرته يعني. ده انت طالما مسكت مصر وفشلت يبقى انت اللي حصل مع السنغال صدفه. طب ليه احط نفسي في الموقف ده انا مكانه يعني؟ طبعا في ناس بتقبل يعني، كيروش قبل مثلا، كوبر قبل، بس الناس دي بتيجي بتقعد بقى ايه، عارف بقى بترتجل بقى، بيقعد بقى يتحرك بقى، طب اشوف لاعب هنا لاعب هنا اعمل هنا، طب العب بخطه، طب ادافع، طب مش عارف ايه، بيقعد بقى يحرك بقى، اقعد احرك 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 كتير بقى لحد ما تحاول توصل لحاجه. مش لازم كل المدربين الاجانب يعملوا كده يعني، مش لازم كل مدرب تروح تكلمه يوافق ان هو يجي يعمل الشمبانزي اللي عمله كارلوس كوريش لما جه هنا ده، واقعد بقى ادخل بقى اشوف منعم واحمد ياسين والله يرحمه احمد رفعت، الله يرحمه، وحسين فيصل، العالم دي بقى كلها. مش لازم يعني، انت لازم يبقى معاك منظومه تساعده شويه، لكن احنا ما عندناش كده. احنا جايبين سوبرمان، مش انت بتقبض يا ابني دولار؟ طب اتشقلب بقى في ايه؟ طب وحضراتكم؟ لا احنا مش فاضيين، احنا جايين ناخد الصوره ونمشي، انت فاكرنا جايين نشتغل بجد يعني؟ احنا جايين ناخد الصوره ونمشي. والسؤال بقى الابرز بقى، طب احنا ليه بنجيب نفس الناس بقى يعني احنا خلاص جبنا هنا ابو ريده مره اللي هو جاب اجيري، ايه ده يا اجيري انت ما بتعرفش تتشقلب؟ طب امشي مع السلامه. طب جايبين هنا ابو ريده ليه؟ هتقول لي هيمشي حسام حسن، هيجيب لك اخو اجيري مثلا يعني، ما هو نفس الشخص. اقول لك احنا جايبينه ليه؟ احنا جايبينه تطبيقا للمثل الشعبي الشهير، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. واقولها لك بشكل تاني، اللي بيجاملنا احسن من اللي مش بيجاملنا. انا عارف هنا بريده وعارفه شخصيا، وعارف ان هو ممكن يجاملني في حاجه، وفي مجاملات، وهنا بريده نفسه اعترف بده في البودكاست مع السيف زاهر، وقال انا ما دخلتش ابني مجال عشان في مجاملات، انت عارف يعني. وهيقدر يجاملنا في حاجه، وهجيب واحد تاني ما اعرفوش، انا ما اعرفش هيجاملني ولا لا. طب ليه ما اجيب نفس الشخص؟ حضرتك بس ده ما نجحش، معناه مش مهم، مهم ان انا اتجامل. وبعدين مش عرفك ان التاني ده هينجح يعني، ما اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. في شويه امثله شعبيه كده، إن انت لو شفت اللي قال المثل هتعلقه في ميدان عام كده تشنقه. من ضمنهم ده، مين اللي قالك ان اللي انت متعرفوش اوحش؟ طب انت دلوقتي جبت واحد تعرفه على مدار 20 سنه، ومن فشل لفشل لفشل، ما انتبكش فضول كده تروح تجيب واحد تاني؟ يعني ما تيجي نجرب نجيب واحد ما نعرفوش، هيحصل ايه؟ استاد القاهره هيولع، ما هو هتفشل برضه. طب ما انت فاشل اوريدي يعني، انت كده كده انت فشلت معانا اوريدي، فهتجيب واحد ما يعرفوش هيعمل ايه يعني؟ مش هيعمل اسوأ من اللي معمول، ما جايز ينجح. لكن احنا مش هنعمل كده، لا احنا هنجيب نفس الشخص اللي بيجامل هو. وخلي بالك ان الجمعيه العموميه بتاعت اتحاد الكوره، اللي هي مش عارف 129 ولا ما اعرفش بقى وصلوا كام نادي، انديه كتير جدا. الناس دي اللي هي الانديه، هم اللي بيطلعوا بعد كده يشتكوا ويزعقوا في التلفزيون ويقول لك فساد المنظومه. طب ما انت يا ابني اللي جايب المنظومه. ليه؟
لان انا عارف ان الراجل ده هيجاملني مره وهيجامل الانديه التانيه بقى كلها بعد كده، فانا هعلق اخطائي على شماعه ان انت بتجامل وهشتمك، وفي الاخر الشتيمه ما بتلزقش، فهجيبك انت نفسك انت تاني. وانت مطالب هنا، مطالب بقى انت كرئيس اتحاد كرة او كاتحاد كرة ان انت تلعب دور السفنجة. خد بقى الشتيمة امتصها وما تعملش حاجة، وانا هجيبك تاني متقلقش، انت هتجاملني، انا اعرفك كويس. وده لما تيجي تتكلم في فكرة، لما اتسأل هاني ابو رضا عن حازم امام، حازم وقال ساعتها ما معناه حازم امام ما استحملش بقى النقد والاعلام والكلام. انا مش عايز اقول كلام عيب، بس ده لان حازم امام، انا اسف يعني، متربي، اسف للناس التانية، الراجل مش مستحمل انه يمارس دور السفنجة، يعني هو تعب، قال لك انا تعبت. هو حازم امام في النهاية هو راجل، انا شايف بصراحة حازم امام اداريا انا عندي مشاكل كتيرة جدا معاه. حازم امام موهبة كروية فذة، لعيب عالمي عالمي عالمي، يعني انا ما عنديش مشكلة في ده. وانا لحد النهارده ما اعرفش حازم امام رجع من الاحتراف ليه. يعني انت كنت في اودينيزي وبعدين رحت الدجرافشاب، رجعت ليه ما اعرفش يعني، بس ده مش موضوعنا، ده هقوله في المشكله الثانيه ان شاء الله. بس الفكره الاساسيه كلها ان حازم امام كاداري انا عندي معاه مشكله. يعني مثلا فيتوريا مثلا انت جبته بناء على ايه؟ ايه فكرك في فيتوريا مثلا يعني؟ بس هو حازم امام في النهايه هو مش فاسد، هو راجل بيجرب. والله يا باشا هي جت عليا وانا بجرب، لكن لما جرب لقى نفسه اتذبح والناس شتمته والناس عملته. احنا بقى المفروض حازم امام يعمل ايه بقى بفكر بقى اتحاد الكوره؟ سفنجه يا باشا، امتص كل ده وعادي خالص، وانزل تاني مع مجلس هنا ابو رضا عادي جدا واقعد وكمل. حازم امام ما استحملش، قال لك يا باشا لا انا مش عايز اقعد اسمع الشتيمه بتاعتي دي، ايه في ايه بقى، انا تعبت. محترم، ما انكرش، لكن انت عايز سفنجه، عايز حد سفنجه يقعد يسمع شتيمته وهو عارف ان الشتيمه دي قدام الاعلام بس عشان الجمهور بس ما يتغش، وفي النهايه ترجعوا زي ما انتوا تاني. ليه؟ لان انت ما بتشتغلش، هو فيش دافع. عارف اي واحد بيشتغل في اي شغلانه بيبقى انت دايما بتشتغل ليه؟ والله انا خايف اترفد، عندي ترقيه، في بونص، في حاجات، في دوافع. مشكلتنا ان احنا ما عندناش الدافع الاساسي ان انت بتشتغل لله. يعني انت في الاخر العمل عباده، يعني انت بتشتغل عشان دي حاجه لله، وانت لك دور، شغلك ده له دور في المجتمع. انا لما بعمل الشغلانه دي في ناس تانية بتعرف تعمل اشغالها فكنا بتقدم لقدام مثلا، لا انت مش واصل، انت بتشتغل نظرا لان الشغل ده بيعود عليك انت بنفع شخصي ليك انت بقى، فلوس زياده، فلوس اقل هيتخصم منك مثلا. فاتحاد الكوره هو قاعد ضامن مركزه وضامن يجي تاني لو عايز، مفيش مشكله المجاملات اللي هو هيعملها، وضامن ان هو مش هيمشي ومفيش اي عائد كويس او زياده. هتقول لي ده في فساد وبيسرقوا وبتاع، طب ده حلو، ده هو بيسرق وما بيتحاسبش وبيجي تاني يشتغل ليه؟ الموضوع ده حله فين لو انت عايز تحله؟ هو مش هيتحل للاسف، انا متشائم في الحته دي، بس هو حله فين؟ حله في الجمعيه العموميه بتاعه اتحاد الكوره اللي هي الاعضاء الانديه دي. انتوا يا باشا من الاول هاتوا اهل الكفاءه وليس اهل العلاقات، انا مش هقول اهل ثقه، هو هات اهل الكفاءه مش اهل العلاقات، مش اهل المجاملات، وجرب، هتخسر ايه يعني؟ هتخسر ايه؟ انا مش عارف. هي يعني هي كده كده بايظه، اللي هيجي ده هيبوظها زياده يعني، وهي بايظه مش فارقه. فللاسف الشديد دي مشكله حلها مش عندي وعندك الناس العاديه، حلها عند الاعضاء الجمعيه العموميه دول. لما تيجوا تختاروا اتحاد كوره اختاروا كويس. هو ليه ما حدش نزل قصاد هاني ابو ريده في الانتخابات اللي فاتت ونجح بالتزكيه؟ لان كلنا عارفين ان هو هينجح، فانا ليه ادخل معركه خسرانه يعني؟ ايه القيمه؟ لكن لو انت عارف ان اللي هيختار ده هيختار نظرا لكفاءته، هتدخل وتاخد فرصه يا باشا. فشلت، ما غيرك فشل، مش هنجيبك تاني، وهندور على حد تاني لحد ما تلاقي حد ناجح. لكن للاسف الكلام اللي انا هقوله في الفيديو التاني على الحلول في الكره المصريه احنا كلنا عارفينه. هو السؤال بقى الاهم، هو ما بيتعملش ليه؟ ما هو هنعمله ليه يعني؟ ليه نعمله باشا؟ مش احنا عيننا مدير فني للمنتخب؟ عايز مني ايه تاني بقى؟ خلاص بقى يعني، روح بقى شوف الراجل اللي بياخد بالدولار ده بقى، شوفه بقى ما بيشتغلش ليه.
انما انت جاي لي انا رئيس اتحاد كرة غلبان جاي عليا. فدي المشكلة، دي المشكلة الأساسية اللي عندي. نسأل الله ان هو الأندية بقى يبقى عندها من الوعي وتبقى فاهمة ان انا لازم اجيب شخص كويس عشان الكرة كلها تعلى فانا اعلى. يعني احنا مشكلتنا ان احنا في مصر احنا يعني تخيل ان الأندية كده انا عايز ابقى اعمل كده، مع ان احنا يعني انا عايز كله يبقى تحت واطلع انا فوق بمجاملة. اللي بيحصل ان انا بتجامل هنا وغيري بيتجامل هنا وده بيتجامل هنا وده بيتجامل هنا، فانت بتفضل زيك زي غيرك او تحت. انما اللي المفروض يحصل ان احنا كلنا نروح كده مره واحده. هو اللي بيحصل ان احنا بنطلع بس بنطلع مجاملات، المفروض لا الليفل كله يعلى واحنا كلنا نعلى. لكن لا انا عايز اجيب واحد يجاملني وهيجامل غيري، ساعتها هعلق فشلي على مجاملاته للغير. طيب ماشي براحتك، ما تشتكيش بقى، ما تقولش بقى الكرة المصرية مالها، الى ان يأذن الله ان يأتي شخص هو فعلا يستحق إدارة الكرة المصرية. انت هيبقى عندك مشكلة، انت هتبقى بتحل مشاكل برضو، بس هتحل بقى مشاكل صغيرة. يعني انت مش هتعرف توصل زي المغرب سيمي فاينال كاس عالم، انت ممكن بقى توصل كاس عالم، توصل دور 16. يعني هتلاقي نفسك برضو قادر توصل بس مش قادر تحقق نفس اللي غيرك هيحققه بالظبط، اللي انت ما حلتش المشكلة الأساسية، الشخص اللي بيدير. فهتنجح في بعض الأحيان، بعضها صدفة وبعضها قد يكون لخطة صغيرة. وده اللي انا كلمتك فيها قبل كده لما قلت لك عيد تجربه ميكالي في المنتخب الاولمبي، دي خطه صغيره كده تنفع وسط المنظومه العجيبه اللي احنا فيها دي. فده قد يحقق لك نجاح، ان انت ممكن في مره مثلا توصل منتخب مصر دور 16 نتيجه جيل ما طلع ما فعمل حاجه زي فكره حسن شحاته. لكن هي نجاحات مش مبنيه على منظومه ناجحه، فبالتالي انت ما بتعرفش تكررها هي تاني. فان شاء الله خير، ربنا يهدي الحال ويزيد من وعي الأندية دي فيقدروا ان هم يختاروا شخص كفء لإدارة الكرة في مصر. غير كده في مشاكل تانية طبعا هكلمك فيها، وكأن في إدارة بقى بتسمع، ونشوف احنا عايزين نعمل ايه بقى اصلا في الكرة المصرية. شكرا جزيلا.